بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعين قناة مربين الدواجن بسوريا. اخواني، احنا بهاي القناة على موجب حياتنا اليومية، اي معلومة تصير عندنا او تصادفنا بهذا العمل نحط المتابعين بالصورة، متابعين قناتنا اللي عندهم مشاريع صغيرة، مشروع تربية دواجن. طبعا اخواني، انت اذا بدك تشوف، اذا مشيت بعملك وحطيت هذا الفوج تشوف امورك جيدة، امورك يعني مجنتك راح تربح، شغلك صحيح ولا لا. اول معلومة اخواني، الدجاج بهذا الوقت يسكر ريش، تمام، يسكر ريش. هو قبل 30 يوم يكون الدجاج لسه اللحم بين، لحم الدجاج بين، يعني الريش مو مغطي، تمام. اذا كان الريش مو مغطي يعني من العمر 30 يوم 25 يوم يكون امورك جيده. هسه نصادف لكم طير نشرح لكم عليه اخواني. مثل هذا الطير مو مكتمل، شوف ما شاء الله، هذه وزن 3 كيلوات يا شباب. احنا ليش نقول نكسر مجنتنا؟ تكسر كيلوين و200، كيلوين 300. طبعا في صغار وفي كبار. نزين احنا 10 طيور او 30 طير ونقسمها، تمام، هيك نعرف وزن طيورنا، وزن مجنتنا شلون. يعني انه نقسمها، يكون مثلا عندنا 1000 طير، معناته عندنا طونين و200 كيلو. شوف اخواني، هذا الطير ريشه مو مكتمل، هذا امورك جيده، يعني الطير مستفيد من العلف اللي ياكله، امور جيده. هاي المعلومه الاولى. المعلومه الثانيه، حجم القدم يا شباب. شوفوا يا شباب، عندك الطير هذا شلون قدمه، هذا الطير رجله يعني رفيعه نوعا ما. الطير هذا ما شاء الله، شايفين شباب، هذا الطير امور جيده، اسال الله رزق للجميع. طبعا هاي المعلومات اللي نفيدكم بها هو اكتمال الريش. الطير مهما ايمت ما اكتمل ريش الطير، يعني نوعا ما مو يعني 80% كويس ان شاء الله. اما ما يكتمل ريشه افضل، لانه هو الاكل هذا، الاكل يحوله للحم يوم يكون مو مكتمل الريش. اما اذا مكتمل الريش، هذا اللحم محوله ريش. حياكم الله شباب، باركونا برزقنا والله يبارك برزق الجميع. اسال الله التوفيق في كل اخ يدور الرزق الحلال الطيب. اخواني، ادعمونا في هذه القناه شباب، ان شاء الله نظل مستمرين معاكم، ان شاء الله راح نظل مستمرين معاكم باذن الله رب العالمين.